السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشنا والله. النهارده هنقفل كورساج سواريه محجبات. دي قصه نص الظهر، هو ستان طبعا مارلين. المفروض يتسحب عليه طول، بس احنا مش هنسحب عليه طول عشان خاطر كده كده هيتعمل عليه ضرابيه في الصدر وفي الظهر. خلاص، دي قصه نص الظهر طبعا يمين وشمال. ودي قصه جنب الظهر واحده واحده مع بعض. احنا طبعا القصات اللي في النص دي بنقفل سنتي، وفي الجنب هنا تلاتة، وفي الجنب بتاع السوسته 3. هنيجي على السنتي ده، لو انا مش عارف احدد السنتي بتاعي بعلمه عادي بالماركر، يعني اجي كده اروح قايس سنتي خلاص، واروح معلمه وشغال عليه. تمام، مفيش حد كبير عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الظهر، ادي جنب الظهر وادي نص الظهر. هنا بيبقى فيه تقفيل 3 سم لما بنقفل الكورساج كامل، وهنا بيبقى فيه 3 سم، وهنا قفلنا سم. تمام، هنعمل الجنب التاني. اخوانا انا كنت قلت لكم هعمل الباترون بتاع القب المنفصل. طبعا عشان اعمل القب المنفصل لازم القب المتصل كمان. التقفيله من فوق اذا كنا هنعمله سواريه من فوق هيبقى مثلا عريان، او هنعمله سواريه محجبات، بس في ناس بتحب التقفيله من فوق تبقى كل طبقات. طبعا معلش يعني الواحد دماغه مش فايقه، دخلت المدارس تبقى جميله، فاهمين؟ طبعا والجوافه ظهرت، فالكآبه بتاعت انا بحب الشتاء بس بيبقى فيه كآبه شويه، او مثلا دخلت المدارس تبقى كآبه مع شنطه المدارس بس. مش حاجه يعني. انتوا عاملين ايه؟ وحشنا والله. مش الواحد بقاله كتير ما بيصورش، فحاسس ان هو اول مره يصور يعني. طبعا هنكوي الكلام ده ونفتحه وبعد كده نشوفه على المانيكان، وهنشوف الطريقه بتاعت تركيب القب. ممكن يكون الكلام ده اتعمل في القناه قبل كده، بس في ناس ما بتحبش تتمشى في القناه، فماشي اوريهم تاني. دي قصه نص الظهر التانيه. هناخد بقى قصه الصدر. هناخد الكورساج اصلا، دي قصه نص الصدر اهي، دي قصه جنب الصدر برضو. هنقفل على سنتي. طبعا واخدين طقات هنا اهو، طقه اهو، طقه اللي هي العلامه بتاع التركيب اهي، فلازم يبقوا جايين على بعض. نيجي بقى اهم حته، الحته بتاعت بومبي الصدر اهي. بومبي الصدر هنا وهنا الدوران، فبنيجي كده بنلف ايدينا، وبعد كده بنبتدي نشرب الحته اللي فوق اللي هي بتاعت جنب الصدر. تشريب بسيط.
بص هتلاقي ايه عامله زي الموجه كده. هتلاقي الطبق هنا بتاع التركيب ده اهو جه على الطبق ده، العلامات اللي انا عاملها للتركيب. قشطة يا معلم. بس بقى فلما بشوف الشنط بتاعت المدارس طبعا ايه بيجيلي اكتئاب عادي يعني، مش حد عارف. الجنب التاني المرة دي الفيانكينة بتاعت جنب الصدر بقت تحت السنتي بتاعنا اهو. دور بقى انا كده بشرب اللي تحت. اهي بص بزق بايدي اهي اهي، يا رب تبقى باينه، بزق بايدي اهي. خلاص ده الكورساج اهو، عامل بومبي صدر اهو من غير ما نكوي ومن غير ما نعمل اي حاجه. هنكوي بقى ونظبط وبعد كده ايه، طبعا انا هقفل البطانه وهركنها على جنب هي نفس الطريقه. هنكوي ونشوف هو عامل كده واحنا بنركب الكفر. بس يا اخوانا انا كويت اهو كورساج اهو، ما شدناش لسه، هنركب بقى ايه لسه هنشده. بس ايه انا بقول اوريه لكم بعد ما اكويه. بصوا بومبي الصدر بصوا ايه ما شدناش لسه، يعني هو لو ملبوس مش المروحه رخمه يبقى ايه. بص مفيش هواء تحت الصدر، بومبي الصدر مظبوط. هنركب بقى القب خلاص وبعد كده ايه نكمل. طبعا ممكن اسيب لكم الفيديو بتاع تركيب القب في صندوق الوصف، يعني اللينك بتاع الفيديو. انا برضو ايه بشد الكورساج على المانيكان عشان اركب القب، وفي كل مرحله انا بعملها بلبس الكورساج على المانيكان. يعني انا لبست بعد ما كويت عشان اتاكد من شغلي، يعني مش هيحصل حاجه يعني يموت المعلم ولا يتعلم. بس هنا ما فتحتش، تنيت على جوه عشان انا زهقان، ما حصلش حاجه يعني. بهزر معاك بهزر معاك يعني كان استوى. ماشي مش محتاج اشد الكورساج جامد، انا بشد بس ايه عشان اعمل بومبي الصدر عشان اركب القب يعني. طبعا انا كنت بركب القب كده بالمعدول واعلم، فانا بالاول يعني ايه عشان خلاص انتوا عارفين وكده كده اصلا الفيديو موجود هنزله لكم يعني بتاع تركيب القب. فانا هقلب القب على طول واعلم اهو، بشوف بومبي الصدر واشوف النقطه بتاعت القب نفسها اللي هي دي فين، اروح قالب القب كده، اروح عامل كده. ما بركبش، مش لازم القب يركب دغري يعني، ركبه بميل سن. طب يبقى احنا عندنا كورساج هنا شادينه مقلوب والقب قلبناه خلاص. هتلاقيه تقريبا جاي عند ايه الطاقه بتاع ايه بتاع الامبير، وهنا هنميله سن. اروح
اروح جاي حاطه الدبوس كده اهو. الدبوس من هنا الدبوس ده ماسك فين؟ في الخياطه، يعني الزياده بتاعت الخياطه اللي هو الريميسو اللي احنا سايبينه السنتي، مش ماسك في الكورساج نفسه. ولو متعلق في الكورساج بسلكه وانا على المكنه، بقيس بقى المسافه دي. انا قلبته على طول، ما عملتش الخطوات اللي انا عملتها في الفيديو بتاع تركيب الكب. 9 سم راح معلمها الناحيه الثانيه على حسب بقى المقاس اهي. واقيس المسافه دي من هنا مثلا 4 سم، راح مركب التاني زي 4. بص انا بعمل الخطوات دي في كل فستان او كل كورساج انا بعمله، يعني مش بفوت خطوه او بكبر دماغي واركب الكب كده من غير ما احطه على المانيكان. لا، انا بريح دماغي عشان يطلع مظبوط، ما يطلعش الكب في مكان غير مكانه. كبات يا اخوانا سفنج، طبعا في كبات بتبقى يعني هي دي كويسه، بس في كبات بتبقى برضه نوعها كويس اكتر يعني. بس كده خلاص انا ركبت الكب اهو شبه النضاره. عزفنا على التقييس خلاص، نشيله كده مع المانيكان. احنا قلنا بنمسك الدبوس في السنتي زياده بتاع الخياطه من جوه. حسيت ان هو شبك في اللي تحت، بتسلكه وانت ايه على المكنه. تمام. نيجي بقى من هنا اهو، اروح قلبينه كده، اروح قلبين كده قشطه بالصدر والدنيا متظبطه. هخيطه وبعد كده ايه نشده على المانيكان ونشوف هنعمل فيه ايه. يلا ارجع لكم. سخونه ايه وانا بركب الكب اهي اهو، الكب قدامنا اهو خلاص. بروح عامل كده، ارجع الكاميرا ورا شويه، بروح عامل كده اهي الواحد سنتي اهو بتاعنا بتاع الخياطه، كب اهو خلاص. بروح عامل كده السنتي اهو الخياطه. بص السنتي ممسوح ازاي على الكب اهو، السنتي ممسوح على الكب. سنتي كب اهو خلاص. خلينا ابدا ممسوحه. بقلب انا بقى كده خلاص، قلبت الخياطه بقت تحت، واتاكد ان بقيه الكورساج اهو، بقيه الكورساج تبقى تحت كده، والسنتي اهو اروح جاي من تحت. طبعا هو الكب سفنج فمش محتاج ان انت ايه تتك عليه جامد عشان ما يتقطعش. تروح واخد واحده كده، تروح ماشي قدام شويه، ممشي المكنه برضو، اتاكد ان الكورساج كله متاخد تحت، متاخد كده. واحده تانيه في النص، اروح جاي على الطرف هنا بقى. الدبوس مسك معايا في ايه؟ في البطانه. اروح مسلك الدبوس كده، واروح ماسك السنتي خلاص بايدي. اتاكدت برضو ان الكورساج زقته كده خلاص. انا ثبت الكب اهو كده، ثبته. مش محتاج بقى الدبوس في حاجه، الدبوس ده اتكسر، مش محتاج الدبوس في حاجه. واتاكد ان انا شلت الدبابيس، ما اسيبش الدبوس جوه واشتغل وبتاع والدبوس جوه. ماشي، ما تسيبناش في حيطي.
نشيل الفتل عشان الفتل دي ممكن تشد الصدر، تشد حاجه، فعلى ايه؟ خلاص دي اول فرده بتاعت الكب اهو. بصوا السنتي اهو، وده متخيط عليه. نقلبه كده خلاص بقى متثبت. نقلبه كده ادي واخد بومبيس صدر، واخد بومبيس صدر. هنيجي على التاني هناخده بقى المره دي من فوق عشان اتجاه ايدي. اروح جاي كده عامل كده، شايل الدبوس، مثبت بايدي كده، واتاكد ان بقيه الكورساج متاخد تحت المكن، متاخد بعيد عن المكن عشان ما يتخيطوش في بعض. واحده في النص. انا بركب القب في الاساس اللي هو وش الكورساج مش في البطانه. في ناس بتركب بقى في البطانه وكل شيخ وليه طريقه، بس انا عشان لما اجي اشد الدرابيه على الكورساج يبقى كله واخد نفس الوضع. لان لما باجي اشد الدرابيه سواء تل او ستان او اي خامه، الدرابيه بياخد من المقاس شويه فبيفطس الحاجه. فلازم يبقى انا حاطط القب من الاول، ما اجيش بقى ايه اشتغل بومبيس صدر شكله يتغير من الدرابيه وابقى انا مركب في البطانه، يبقى القب ملوش لازمه. خلاص اديني ثبت اهو، القب اهو بقى متثبت تمام اهو. ماشي يا برنس اهو، القب اهو من على الوش. الكورساج ده بقى لازم يتشد على المانيكان عشان يتعمل عليه درابيه بالتل. لما احنا هنشده هنحط سفنج الاول، هو ممكن يتعمل من غير سفنج بس انا هحط السفنج استحراز عشان التل. انا هحط لازق وشين، يعني انا هجهز الكورساج هحط لازق وشين زي شرايط كده. فخايف لاحتاج الاتاش، احتاج مسدس الاتاش ما بين الكسر اللي انا هعملها، عايز اثبت بالاتاش. فبدل ما اثبت بالاتاش ويمسك في الجسم بتاع المانيكان هحط سفنج من الاول. خلاص يبقى انا بجهز المرحله اللي انا هشتغل فيها، بجهز لها. خلاص هنشد الكورساج ونشوف الدنيا ايه. بصوا بقى ايه، هنركب السفنج الاول قبل ايه ما نشد الكورساج على المانيكان اهو. ادي حته سفنج اهي. انا مش مغطي المانيكان كله، انا متفق بعد كده برضه هتلاقي في فيديو انا بشد السفنج على المانيكان ازاي. طبعا احنا اتفقنا ان احنا ايه يعني مش منجدين، طبعا منجدين بشوات يعني مش قصدي حاجه، اخواتنا برضه فنانين في شغلتهم، بس انا ايه مش بنجد كله. بص حتت انا مش واخد فك السفنج بيقعد معاك مده يعني، قطع وبتاع شغال كله. فانا بحط سفنج عشان انا هشتغل درابيه تل، فممكن احتاج انا كده كده هجهز الكورساج لازق وشين من جوه طبعا عشان اللون فاتح. اللون لو غامق بردون مش هينفع. مش نتانة والله، بس هو كان متوصل ببعضه يعني، بس ما اعرفش ايه اللي حصل. لقيت الحته بص ماشي كده كده. الجزء بتاع الكب فيه سفنج يعني، اللي هو السفنج بتاع الكب نفسه، يعني الجزء بتاع الكورساج بتاع الصدر هنا الكب سفنج. مش محتاج اغطي بقى هنا اتغطت معايا غصب عني، بس انا هوريكم. حتت اهي انا مرقعها يعني، مش عامل
مش لازم بقى انفخ على الناس بقى وانجده كله، مش ناقصه ايه. انا هاخد وقت في الفستان، هاخد وقت كمان في تنجيد المانيكان. تعالي عروسه. هنا ايه حته سفنج في النص عشان الحته دي بتبقى فاضيه. عروسه. المرة دي بقى بنشد الكورساج كويس، نحط دبابيس في كل حتة في الكورساج. أهم حاجة شد الكورساج عشان أنا هشتغل عليه ضربين. طبعا لما ركب فيه الكب والبيس صدر باين. احط الدبوس اهو كده كده، واروح قلبه كده، اروح عامله كده. اهو الدبوس اهو كده. والدبوس انا بخليه يمسك في السفنج وبيمسك في عظم المانيكان نفسه، مش في السفنج بس، عشان لسه هشد ضربين. السفنج ضعيف، لما احط فيه الدبوس بيتقطع. السفنج وقع من هنا. الدبوس هربت منيهم. توصل دي عشان حاطط سفنج فوق سفنج عشان الناس يعني ما تفتكروش ان احنا اتفقنا كل خطوه بنجهز قبلها خطوه. هنشد الكورساج خلاص، حطينا سفنج، سواء اذا كنا هنلقط او هنلزق هندبس، حط سفنج هيريحك اصلا في الشغل. انت لو هتلقط ما تلقطش في جسم المانيكان وتضطر وانت بتضرب بالمقص زي ما انا كنت بعمل. بضرب بالمقص في المانيكان ايه طبعا ايه، عارف ان هو المفروض يحط سفنج بس انا ايه كنتش لسه اشتريته وبعدين كسر وحش.
والدبوس بيتحط بالطول، يعني ما تجيش هنا تروح عامل لي ايه دبوس بالعرض كده. طب انا شددت ربيع وحطيت دبابيس، هطلعه ازاي ام الدبوس انا ده؟ فاهم؟ بس انا بعمل دبوس كده. حاول تجيب نوع دبابيس كويس، عشان الدبابيس كويسه بتساعدك. دبابيس كويسه عند الفخراني في اسكندريه، عندنا في الابراهيميه، وعند محل القمريه اللي هو بتاع محمود هلال اللي في بوكله شارع ابو قير عادل الزبالي. كويس قوي وعنده حاجات كويسه قوي واسعاره اقل من اي حد. معلم يعني زمان قوي في الشغلانه، جايبها من تحت. الاكسسوار والطبات والسوست والالماظ والاستراس. محمود هلال. تروح له بس قول له جايلك من طرف محمود هلال، هديك الاسعار الدبل على طول. لا والله بهزر، راجل محترم ومباشر، صاحبي واخويا يعني. قشطه. هحط بقى ايه شرايط. حط شرايط ايه لازق وشين. طبعا ما عنديش شرايط مدوره، انا ايه هوريكم بس ايه جزء وهكمل انا عشان ما تتنفخوش. عايش شرايط. ماشي. عامة لما بحط شرايط بعد ما بخلص كورساج، يعني انا بحط فرق ما بين يعني كل شريط والتاني مثلا 3 صوابع، سواء بالطول او بالعرض، يعني بنزل كده وبعمل بالعرض خلاص. وبعد كده بديهم بخار بحيث ان هم يعضموا. يعضم يعني ايه؟ يلزق شويه والمكوه ما تلمسش. انا فاكر اول فيديو كنت بشرح فيه ازاي نركب البتاع وملزق وكده، كان كركر بينها. ماشي. هركب بقى الشرايط واثبتها واوريكم بقى ايه واحنا بنشتغل في الدرابيه.